تعالي بقى نعمل رسمة عيون بس بطريقة مختلفة شوية. المرة دي مش هنبتدي نستخدم الاي شادو اللي هو المط الاول، لا هنبتدي نستخدم اللي هو الشمر اللي هو فيه لمعة. ابتديت اخد اللون البينك الفاتح اللي هو الشمر، وبصباعي كده بالراحة ببتدي اثبت اللون. لما بتثبتي اللون او اي بيجمنت او شمر بتحطيه بصباعك بيبقى البيجمنت بتاعه اقوى بكتير. ببتدي احط اللون على الجفن المتحرك كله زي ما انتوا شايفين. الموضوع ده هيسهل معاكم الاي شادو وهقولك ازاي دلوقتي. نفس الكلام ببتدي اعمل الخطوة اللي انا عملتها في العيون التانية. انتي لو لسه مبتدئة في الميك اب الخطوة دي هتسهل معاكي انك تعملي اي شادو وتعملي رسمة عيون سهلة جدا جدا، مش هتاخد معاكي وقت، وكمان مش هتاخد معاكي ومش هتستخدمي فرش كتير ولا ليها خطواتها مش كتير. فاهمة قصدي؟ يعني الموضوع ده هيبقى سهل عليكي. انت كل اللي تستخدمي برش واحدة وصوابعك بقى، نستخدم صوابعنا. بعد كده استخدمت اللون البيجمنت اللي هو الغامق اللي على سيمون شوية، هبتدي احطه في الاطراف برضو بصوابعك، وتبتدي تدمجي اللونين وتدمجي الاطراف بتاعتهم بصوابعك. ابتدي دخلي اللونين في بعض بالشكل ده وتبتدي تقلي وتدخلي زي ما شايفين. انا بدخل على اول اللاين بتاع الرموش وكمان على اول الاطراف بتاع اللون البينك الفاتح اللي انا حطيته. نفس الكلام العيون التانية باخد اللون الغامق وهبتدي اعمل بلند كده بصوابعي للونين مع بعض علشان يدخلوا مع بعض كده ويبقى شكلهم بروفيشنال اكتر. يعني اللي يشوف ما يقولش ان انتي حاطه بصوابعك كل ده. بحاول انا كل شويه اعمل لكم خطوات في الميك اب تكون سهله وتسهل عليكم الميك اب اكتر وتخليكم تحبوه ما تتعقدوش، لان في بنات بتبقى لسه ما بتعرفش تحط ميك اب ولما تيجي تحطوا اي حاجه تبوظ معاها بتتعقد من الموضوع. احنا في الاول كنا ما بنعرفش نعمل اي حاجه، ولا كنت بعرف يعني ايه تدرج الوان، ولا ايه لون ترانزيشن كولر، ولا ايه فرق ما بين الشمر والمات والكلام ده. فانتي اتعلمي وان شاء الله هتبقي احسن واحده بتحطي ميك اب. دلوقتي ابتديت استخدم البروش دي وهي فاضيه كده، وهبتدي اخد اللون اللي هو على سيمون غامق شويه. كل اللي انا هعمله اللي انا هدمج بيه الاطراف وادخله على الزاويه والكسره بتاعه العيون بس. انا مش هستخدم اي حاجه تاني. انا اصلا اول ما احط اللون شايفين كانك عامله رسمه عيون بروفيشنال، يعني كانك مش عامله الخطوات دي. يعني اللي هيشوف الرسمه دي وتقولي له انتي عملتيها ازاي مش هيصدق ان انتي عملتيها بالخطوات دي، هيفتكر بقى ان انتي حطيتي ترانزيشن كولر وابتديتي تغمقي الاطراف وبعد كده حطيتي اللون الشيمر وحددتي بالكونسيلر، وانتي ما عملتيش كل ده خالص. انتي كل اللي عملتيه استخدمتي صوابعك وبراش واحده بس ولون واحد بس من الاي شادو. زي ما انتوا شايفين ببتدي اغمق بالزاويه الخارجيه بتاعه العيون وببتدي ادخل باللون على جوه بحركات دائريه بأسهل ما يمكن، بأسهل طريقة وبأبسط حاجة وبلون واحد بس. زي ما انتوا شايفين تبتدي تعملي بلند حركات دائرية وتعملي بلند براحتك علشان اللون ما يكلكعش منك، وكمان ايدك ما تتقلش كده وتحسي ان اللون معلق معاكي. وخلي بالك ان كل ما تبقى ايدك خفيفة وماسكة البروش من بعيد مش ماسكاها من اول الشعر ده الموضوع بيبقى سهل وايدك بتبقى اخف، فالالوان بتندمج معاكي بكل سهولة. وتبتدي تنزلي اللون كده عند النوز. انا ابتديت انزل اللون عند الاطراف بتاعة النوز شوية بالشكل ده. وكده حرفيا انا خلصت رسمة العيون. دلوقتي بقى ابتديت اجيب بنسل براش واخدت لون بني غامق مع ميكس مع اللون الفاتح اللي انا حطيته فوق العيون اللي هو السيموني، وابتديت احدد اللاين بتاعي بتاع الرموش السفلية علشان يكون الميك اب واضح اكتر ورسمة العيون تبقى جذابة وكمان تبرزيها اكتر بالشكل ده. انا كل ده باخد اللون الغامق وببتدي اعمل الاطراف، وبكده اكون ركبت رموش وبعمل النوز بتاع بعمل الكونتور بتاع النوز. سوري يا بنات. ودلوقتي بحط البلاشر على لون خوخي، واعتمدت ان انا استخدم الرموش تكون قصيرة وتكون خفيفة علشان الميك اب بتاعي سيمبل خالص. ودلوقتي حطيت الهايلايتر وده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم، واستنى رايكم تحت في الكومنت واشوفكم في فيديو جديد. باي.